وحاها. لا للشركة، لا للشركة، لا للشركة. موفو يخرج دابا. لا للشركة. موفو يخرج دابا. عليكم بصفتي مواطنة فيجيجية أقول لا للشركة ولا للشركة، لأن الشركة إذا مست مياهنا ستمس كذلك أرضنا ونخيلنا وبالتالي فيجيكونا. لا ثم لا ثم لا للشركة. سلمية مع المرأة الفيجيجية، لا للشركة، لا للشركة، لا للشركة. السلام عليكم بصفتي فيجيجية قاطنة بنية وجدة، كل التضامن مع ساكنة فيجيج قلبا وقالبا. لا للشركة. حنا كفيجيجيين المجال الأصل ديالنا ديال الجدود وديال الآباء، عليه كبرنا وعليه تربينا وعليه غادي نحافظوا. لا للشركة. حنا بغينا نحافظوا على النخل ديالنا وبغينا نحافظوا على الموارد المائيه ديالنا والفرشات المائيه ديالنا، ولهذا كنطالبوا بالمناصفه وكنطالبوا بانهم يحقوا لنا لهذا المطلب هذا. لا للشركه، لا للشركه، لا للخصاصه. وشكرا. السلام عليكم، سميتي ايمان جابري، ساكنه فيكيك. كنطالب الشركه ما بغيناهاش تكون، كنطالبوا بالشركه ما بغيناهاش تكون، كلنا موفو. وكنشكر الناس ديال فيكيك اللي واقفين على هذا المجهود اللي دايرينه مع الناس تاع هنايا، كذلك الناس ديال وجده، الناس ديال المنظمات كاملين منظمين هذا الاخر. وشكرا. السلام عليكم. انا اليوم كفيكيكيه جيت هنايا لمدينه وجده باش نطالبوا بلا للشركه ونتعاونوا مع الفاكيك، ولا للشركه ولا للشركه، ومياه فيكيك ليست للبيع. اول مره صراحه دازت مظاهره سلميه ومظاهره مزيانه، الحمد لله كل شيء داز هو هذاك، ونتمناو ان شاء الله انه تمشي الشركه وتهز صوالحها وتمشي كامله. السلام عليكم. حنا اليوم في مدينة وجدة جينا نلبيو النداء ديال المدينة ديالنا اللي كتعيش واحد النوع ديال النضالات منذ أزيد من 100 يوم. إلا قلنا مدينة فيجيج يعني كنهضروا على واحد المنطقة حدودية اللي كتعيش مجموعة من المشاكل، سواء في القطاع الصحي، في قطاع التنمية، البطالة، في التعليم، يعني في شتى القطاعات. هنا والأغلبية ديال السكان عايشين بالقطاع الفلاحي. إلا قلنا الفلاحة كنهضروا على الماء. وهنا قام المجلس المسيب بمدينة فيجيج بتفويض قطاع الماء لواحد الشركة اللي هي شركة الشرق، وكنشوفوا باللي الساكنة رافضين لهاد الشركة هذه لكون المياه هو ملك خاص للساكنة. وكنطالبوا وكان في هاد النضالات هادو كان يعني مجموعة من الاعتقالات التعسفية التي مست بشكل خاص رفيق ديالنا سي محمد الإبراهيمي اللي كان نشيط في هذا الحراك. هو ما مسش الاشخاص. الا كيظنوا هاد الناس هادو يعني بلي هاد الاعتقالات هادو ان النضال غادي يسالي، راهم غالطين. غادي نقوموا بخطوات تصعيديه للافراج عن المتهم، وان شاء الله وما غادي نريدوا ان شاء الله تنوصلوا للحقوق ديالنا وتمشي هاد الشركه هذه. وكنطالبوا من المجلس المسير يفسخ هاد العقده هذه مع هاد الشركه هذه وتقول الاوضاع ان شاء الله الى ما كانت عليه، ويعيشوا الساكنه في واحد الوضع مستقر. والسلام عليكم.